نشوف ممثل في فيلم ماسك سلاح نقلده، نشوف حد بيقول ألفاظ فيها عنف أو قلة أدب نرددها، نشوف حد واخد طريق البلطجة فنقول عليه ده جامد ومفيش منه، مش علشان هو صح أو جامد، علشان شكله مش خايف. بقينا نلبس الخوف شجاعة مزيفة. الإنترنت محيط عظيم الإمكانات، لكن السباحة فيه دون بوصلة واعية قد تقودنا إلى الغرق في دوامته. الرقي الحقيقي اليوم لا يكمن في التواجد الدائم على الشبكة، بل في القدرة على الانفصال عنها بإرادة حرة للاتصال بما هو أعمق وأبقى، ذواتنا الحقيقية ومن نحب، واللحظة الراهنة التي نعيشها. بالعراقي انتبه لنفسك. أنا ويام رائدة أعمال من العراق. وبالمصري خد بالك، أنا أشرف يحيى رائد أعمال من مصر. السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا خد بالك. احنا بقينا نصحى من النوم على صوت إشعار، نفتح الموبايل نلاقي عنوان بيخوف: كارثة، أزمة، حادثة. الخوف بالنسبة لنا بقى روتين يومي، قلبنا بقى بيدق أسرع وعقلنا بقى بيتشد وإيدينا بتكمل سكرول. والخوف موقفش معانا عند الأخبار، الخوف كمل معانا، دخل بيوتنا وتصرفاتنا وأفعالنا، فبقينا عصبيين وبقينا نغضب بسرعة ونحكم على الناس بسرعة، وكأننا عايشين في خطر دائم. ولما الإنسان بيخاف بيحاول يبان أقوى، مش علشان هو قوي، علشان يداري خوفه. فمثلا نشوف ممثل في فيلم ماسك سلاح نقلده، نشوف حد بيقول ألفاظ فيها عنف أو قلة أدب نرددها، نشوف حد واخد طريق البلطجة فنقول عليه ده جامد ومفيش منه، مش علشان هو صح أو جامد، علشان شكله مش خايف. بقينا نلبس الخوف شجاعة مزيفة، ونسمي قلة الأدب جرأة، ونسمي التقليد شخصية. الأخطر إننا بقينا نصدق إن ده الطريق الوحيد اللي بيكسب، ونقول المحترم بيتظلم، المؤدب بيتاكل حقه، اللي بيمشي صح ما بيوصلش، اللي بيغلط هو اللي بينجح. فنسينا نفسنا ونسينا هويتنا وتربيتنا وقيمنا وأخلاقنا، وفاكرين إن إحنا كده بقينا أقوى. طيب هو إحنا فعلا بقينا أقوى ولا بقينا أضعف؟ في حقيقة الأمر إحنا بقينا أضعف، أضعف قدام خوفنا، أضعف قدام أي حاجة تثير مشاعرنا. السوشيال ميديا مش فارق معاها أنت أحسن ولا أسوأ، كل اللي فارق معاها إنك تتفرج، تخاف، تغضب فتكمل. الأخبار السلبية بتنتشر مش علشان هي مهمة، علشان بتلعب على أعصابك، ومع الوقت الخوف بيغيرنا، بيغير كلامنا، بيغير أخلاقنا، بيغير نظرتنا للحياة. للأسف بنشوف إن القسوة دلوقتي قوة، ونشوف إن الاحترام ضعف، ونشوف إن الهدوء هزيمة. وده إن كان يدل على شيء فيدل إن إحنا في مجتمع مرعوب، مش بس خايف أو بيخاف. بس خليني أقول لك حقيقة مهمة جدا: مش كل خبر يخوفك حقيقي، ومش كل عنوان صادم صادق. كتير منها معمول
علشان يشدك، علشان تكمل. والخوف لما بيسوق مجتمع بيسرق هويته. والحل إننا نفهم اللعبة، نفهم اللي بيخوفك مش دايما أخطر، لكن دايما أسرع في الانتشار. نفهم إن قوتنا الحقيقية مش في التقليد، مش في العنف، مش في التمثيل. قوتنا الحقيقية في وعينا، في تربيتنا السليمة، في قيمنا. احنا مش محتاجين نكون نسخة من حد، ولا نقلد حد، ولا نمشي ورا السوشيال ميديا عشان تشكل شخصيتنا. السوشيال ميديا دي شاشة بتعرض أكتر حاجة تشدك، مش أكتر حاجة تفيدك. والوعي هو أول خطوة نرجع بيها لنفسنا.